قصة حب أسمهان الملتهبة ونهايتها الحزينة. أكتر واحد حبته في الدنيا قال عنها إنها مش جميلة، وهي قالت له اكتب عني لما أموت. صوتها كان بيهدد أم كلثوم بجلالة قدرها، ونهايتها لغز ومأساة كبيرة. أصل حكاية رحيل الفنانة الجميلة أسمهان. قصص الحب والجواز في حياة آمال الأطرش أو أسمهان كتيرة جدا، وكل واحدة فيهم حدوتة وحكاية. لكن حكايتها مع الصحفي محمد التبعي حاجة تانية خالص. يا ترى هما كانوا مجرد أصحاب قريبين ولا بينهم قصة حب ملتهبة؟ خلينا نبدأ من أول علاقة حب وجواز في حياتها، واللي كانت من ابن عمها أمير بن ملوك. عاشت معاه فترة طويلة، لكنها ما قدرتش تستحمل حياة الجبل والصراعات، وقررت إنها تسيبه وترجع لحلم الغنى والشهرة. أسمهان قابلت رجالة كتير في حياتها وحبت أكتر، لكن العلاقة اللي حواليها علامات استفهام كتيرة هي علاقتها بمحمد التبعي. سنة 1930 كانت أول مرة يشوف فيها التبعي اللي تعرف بعد كده باسم أمير الصحافة المغنية أسمهان. وأول ما عينه وقعت عليها قال إيه البنت الرفيعة الصغيرة دي، وحس إنها مجرد شيء يستحق العطف والشفقة مش أكتر من كده. وبتمر الأيام والسنين لغاية ما وصلوا ل10 سنين كاملة واتقابلوا تاني، لكن المرة دي كانت وش الوش في مكتب الفنان محمد عبد الوهاب. في اليوم ده التبعي كانت أول مرة يشوف فيها أسمهان عن قرب، ورغم إن كل الناس كانت هتتجنن على جمالها، هو كان شايف غير كده خالص. شاف إن كل حاجة فيها مش مظبوطة، بقها أكبر من اللازم ومناخيرها أطول من اللازم، وملهاش أي علاقة بمقاييس الجمال اللي معروفة. أسمهان حست فعلا إنها ما عجبتهوش على عكس كل الرجالة اللي قابلتهم، فحاولت إنها تتكلم عشان تعجبه. لكن لما اتكلمت ومن كتر ما هي مهتمة إنها تعجبه، حس بتصنعها وقال تاني إنها ما تستحقش أكتر من الشفقة. ورغم إن التبعي قال كلام كتير عن إن أسمهان مش جميلة ولا حاجة، بس أول ما وصل بنظره لعينها اتجنن. كل سحرها وجاذبيتها في عينيها، لونها الأخضر الداكن قدر إنه يوقع أجدع راجل في حبها زي ما هو وقع كده بالظبط. وكتير من أصحاب التبعي ما كانوش عاوزين العلاقة دي، قالوا له هي حلوة بس خد بالك مشاكلها كتير، لكنه صمم يفضل معاها. وعشان يحاولوا يبعدوا الشبهات عنه قالوا إنه ملهمش علاقة ببعض، دول مجرد أصحاب. حتى هو طول ما هي عايشة ما كانش بيقول أبدا إنه بيحبها. وبعد مرور السنين وخلال المقابلات اللي عملتها بنت الصحفي محمد التبعي من زوجته الأولى، كان لازم يسألوها عن أبوها وحكايته الشهيرة مع أسمهان، وإن كان فعلا أبوها حبها ولا لأ. بنت التبعي قالت إن أبوها كانت فعلا بتربطه علاقة حب ملتهبة مع الفنانة أسمهان. ومش بس كده، دول كمان كانوا متفقين على الجواز، كل واحد فيهم لبس دبلة التاني، وموضوع الجواز بينهم كان مسألة وقت مش أكتر. كانت بتصور أسمهان فيلمها التاني والأخير في حياتها، فيلم غرام وانتقام. وفي الفترة دي حصل خلاف بينها وبين التبعي، فقررت أسمهان إنها تاخد إجازة من التصوير وتروح له، وهو كان في راس البر. أخدت عربية الاستوديو وراحت جري على هناك، لكنها ما لحقتش توصل وماتت في السكة. صحيح كان التبعي طول الوقت بينفي علاقته بأسمهان، لكن لما فرقت الحياة ما قدرش ما ينفذش وصيتها لما طلبت منه إنه يحكي عنها لكل الناس لما تموت. وده اللي عمله فعلا في كتابه أسمهان تروي قصتها. ويفضل لغز الوفاة لغاية النهاردة محدش قادر إنه يحله. كتير بيقولوا إن أم كلثوم هي اللي ورا الوفاة الغامضة دي، لأنها كانت الوحيدة اللي بتهدد نجوميتها وأقوى صوت منافس ليها، فحبت إنها تخلص منها. وفي كلام تاني عن علاقتها بالمخابرات البريطانية، وإنها كانت بتشتغل معاهم من أيام جوازها من ابن عمها الأمير حسن الأطرق. لكن بعد انفصالهم بقت بتشكل خطر، مش بس عشان ما بقتش عنصر مفيد ليهم، لا ده كمان عشان أسمهان كانت بتسكر كتير، وده كان بيخليها تقول كلام ما يصحش إنه يتقال، فكان لازم إنهم يتخلصوا منها. وانتوا في رأيكم صحيح اللي تسبب في وفاة أسمهان هو الغيرة الفنية أو المخابرات، ولا الموضوع كله قضاء وقدر؟